السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنعمل معاكم حاجة جميلة خالص من حاجتنا بتاعت زمان. كلنا يا جماعة مقصرين فيها، مش بنعملها كتير. مع انها مفيدة وحلوة بصراحة، كلها بروتين. طبعا الفول بروتين نباتي. معايا الطماطم، معايا هو فول مدشوش اللي هو بتاع البصارة، ومعايا كزبرة، ومعايا بصلة، ومعايا طماطمتين كبار حلوين، ومعايا هنا بصوا ورق الكرات ده يا جماعة، اتنين بس صغيرين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين، بس هو دي المقادير بتاعتها: طماطم وبصل وفول مدشوش وكزبرة. هننزل بقى كل المقادير ديت كده في حلة على النار ونسيبها تغلي. وبجد يا جماعة لها فايدة بجد بجد حلوة خالص، أحلى أكلة ممكن تاكلوها. ما شاء الله. عايزاكم بقى تحطوا الكزبرة بالعيدان بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، لان الكزبرة ديت بتبقى العيدان بتاعتها مسكرة غير البقدونس طبعا. وبعدين هي ديت اللي بتدي ريحة للبصارة جميلة. ولو في اي بقى كده هنجيب بقى كل اللي في الطبق كده وبنحط المية على قد المقادير دي كده بالظبط كده. غسلة الحلة الألمونيا وكل ده هينزل فيها وهينهري خالص. هنسيبه بقى لما يتسلق سلقة محترمة. هنحط بقى في المرحلة ديت بس كده نطرة من الملح، والمية كده بتغلي مع الفول. هنحط كده شوية من الملح، نطرة صغيرة من الملح، وهنسيب بقى كل ده يغلي معايا بقى كام فص كده من الثوم. وديت الحاجة اللي انا ما حطيتهاش في المقادير، بس هتدي بقى طعم رهيب ما شاء الله. هنغطي بقى كده، هنقلب الاول تقليبه حلوه. حطيت شويه الملح، عايزين كل ده ينهري. الفول اهوت يا جماعه، الفول المدشوش ماشي. هنسيب بقى كل ده كده ياخد غلوه كده محترمه مع بعضه. وطبعا يا جماعه البصاره بتبقى ما شاء الله بيتقللها ببصلايه، او لو عايزين تحمروا بصله وتتحط على الوش. بس انتوا بقى هتشوفوا معايا الطريقه ديت بصراحه زي زمان بجد هتعجبكم. والتوابل بتاعتها حاجات بسيطه خالص من بتاعت زمان، ومقاديرها بسيطه خالص. زي ما انتوا شايفين، نص ربطة كده من الكزبرة وبصلاية وطماطم، ولو في قرن فلفل حامي حطه. بس انا بصراحة مش عايزاها حامية كتير يعني وكده، عشان ولادي وعشان يحبوها. ممكن نبقى نضيف سنة صغيرة كده من الفلفل، هتعمل طعم معايا برضو. ويا رب كده كل حاجة بنعملها ربنا يحسن ما بين ايدينا تعجبكم. بصوا بقى ما شاء الله جمال البصارة، كل حاجة فيها بصوا استوت خالص، والفول دايب زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب بقى كل الخلطة ديت في الخلاط. بعد ما ضربت البصارة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت بقى كده مادة دهنية كده في الحلة، ونزلت البصلاية. مش متخيلين يا جماعة دي عاملة ازاي. ده البصل اللي انا مخزناه معاكم. بس طبعا انا عشان هي تفك وما تتحرقش مني، هنسيبها شويه كده وهنيجي طفي عليها النار لغايه اما هي تفك معايا كده. لان البصله يا جماعه بتبقى زي الفريش بالظبط. ده اللي انا مخزناه، ده اللي بيكون في الاخر لما ما يكونش فيه بصل او هيتفضي معايا. نبدا بقى ان نفرمه كده بدل ما يتهدر. طبعا الدنيا كلها غاليه، مش عايزين احنا نهدر اي حاجه. بصوا يا دوبك الدقيقه ديت، هو يا دوبك بس انا عملت كده ودابت معايا. وممكن انا نقرشها، بس هي الدنيا ساقعه بقى كده، ممكن نقرشها بايديا كده، نحاول ان انا نعملها. بس بسم الله ما شاء الله. بصوا ولعت النار تاني فكت. هننزل بقى كده بمعلقه كده من الثوم. ودي يا جماعه هتدي طعم ما شاء الله رهيب للبصاره بتاعتي. عملت بقى كده زي ما انتم شايفين شويه بطاطس، قلت احمرها كده بطاطس حلوه كده، وحطيت عليها شويه ملح زي كل مره بالطريقه اللي انا بنعملها. هنحضر بقى التوابل بتاعتي. هنحضر بقى معايا كده كزبره وملح وفلفل
ماشي، علشان بعد ما نحط كل ده هنيجي نازله بالبصاره. احلى بصاره ممكن تدوقوها ما شاء الله بجد. زي حاجات زمان، ومشوا بس على الوصفه بالظبط بنفس التركه اللي انا بنعملها ديت. والله هي مش افتكاسه، هي نفس بيوتنا زمان. ارجعوا كده اسالي مامتك واسالي كده جدتك واي حد ما شاء الله من الناس اللي هي القديمه. انا كنت بنشوفها على طول وهي بتتعمل البصاره ديت. بصراحه كانت حاجه ما شاء الله مفيده وجميله خالص في الشتاء. لو مره عملتي بصاره، مره عملتي عدس، مره عملتي لحمه، مره عملتي فراخ، مره عملتي مسقعه، الدنيا هتمشي. في المرحله ديت بقى هنحط كده نطره كده من الكزبره الناشفه، ودي مهمه خالص يا جماعه. بصوا انا حطيت كده زي معلقه كبيره، بس هي معلقه من بتاعه الشاي صغيره بس مليانه. بصراحه دي بقى هتدي طعم رهيب ليها. ممكن تستغنوا عنها، بس بصراحه انا بنعملها كذا مره بتكون جميله بالطريقه دي. هنحط شويه فلفل وشويه كمون. عايزين تضيفوا بابريكا ماشي، ومش هنحط يا جماعه بهارات ماشي، هي مش بينضاف لها بهارات. تقليبه محترمه كده. هي بدأت تتحمر معايا البصله. بصوا اللون بقى والخضار يا جماعه، انا عاملاها فاتحه شويه ما شاء الله. هتبدأ بقى تتقل معايا. بصوا عايزه اوريكم اللون بالظبط. اقلب بقى، بصوا السمك بتاعها، ولسه هتمسك معايا اكتر من كده، بس انا عايزاها يعني تكون حلوه كده ولا كده ولا كده، عايزاها وسط. هي بتجمد اكتر مع الطياب على النار يا رب كده تكون كل فيديوهاتي بتعجبكم والاكل البسيط من بيتي بيعجبكم. بصوا بقى البصل هنبدأ بقى ان انا نقرشه كده نكسره علشان عايزاه يتحمر، علشان هنحطه على الوش. انا قلت نجرب اللي انا مخزناه ده معاكم في الفيديو المرة اللي فاتت. بصوا عايزاه وهو متجمد كده. طبعا معايا طاسة بقى حطها على النار، حاطه فيها زيت، وهنبدأ بقى بصوا اهم حاجة يا جماعة ان هو يفك معايا علشان مفيش جزء يحمر، وعايزاه يفك وهو متجمد، يعني مش هو يفك مثلا ينزل ميته، لا، علشان كأنه بصوا كأني لسه مخرطاه بالظبط. معلش بقى هو ساقع على ايديا، بس انا عايزه نوريكم. كان ممكن نكسره مثلا كده وهو في الكيس، بس انا عايزاه كده. بصوا كده تمام كده. هنيجي بقى كده الحله اهي بتاعت البصاره شغاله معايا غليان، وادي الزيت تمام. بصوا عشان التلج ومسخنه الطاسه. متخيلين الريحه يا جماعه بتاعت البصل لما بينزل كده بيبقى بيعمل ازاي؟ بصراحه بشم ريحه. بصوا كأن الريحه، بصوا كأن بنعمل حاجه فيها تتبيله. ريحه البصل طالعه بصراحه خطيره. هنا بقى معايا اهو مكان ديت كده تاخد من طعم البصل عادي يا جماعه. البصاره بصوا السمك بتاعها لسه برضو هتدخل سميكه عن كده، بس احنا بصراحه مش بنحبها لازقه في بعضيها. هنغير بقى المعلقه ونقلب تاني. انا حاطه معلقتين كده فريش، واحده كده بس. ممكن ناخد من البصل، وما ينفعش ناخد من البصاره وننزل على البصل. نخلي ده بقى كده. هنحط عليه نطره من السكر علشان يكرمل معايا، نطره صغيره. بصوا بقى هنحط نطره صغيره كده علشان البصله دي تتكرمل معايا. بصراحه يا جماعه الحركه دي بتخلي البصله طعمها جميل بصراحه. اللي بيعمل الحشو اللي هو بتاع الفلافل والحاجات ده هي بيبقى عارف ان الفلافل والطعميه عشان ما حدش يقول بتقول الفلافل، احنا عندنا طعميه. فلافل والطعميه بيحطوا نطره السكر دي بتدي كرمله، وبعد كده بينزل بالشطه، بيكون حاطط البصله
دي بقى في ناس بتحب تاكلها بالذات علشان الحشوه اللي بتبقى جواها دي. كنت انا وانا صغيره نروح نشتريها ونقول له انا عايزاها محشيه. دلوقتي انا بنعملها لاولادي في البيت، بنضافه طبعا زيت نضيف من بيتنا وكده واوفر. والفيديو ان شاء الله الجاي ده هنعمل معاكم الفلافل والطعميه، بس الطريقه بقى مختلفه عن الطريقه اللي انا نزلتها قبل كده. وخضره بقى المره دي على اصولها مش بصل بس، هنعملها بقى بالمقادير اللي هي على اصولها يا جماعه. المره اللي فاتت انا كنت عاملاها بالبصل وكانت رهيبه بصراحه، وعملت فيها اكياس وحطيتها في الفريزر بقيت نسحب منها نفطر انا وولادي. بصوا بتاخد لون، عايزاها اكتر من كده. والبصاره بقى شغاله معايا، مش متخيلين طعمها يا جماعه. انا دقت منها الطعم بصراحه رهيب. تحت البصله بدأ بقى بتتكرمل اهيت من السكر اللي انا حطاه. بس السكر بقى النطره الصغيره ديت لما بتعمل مع البصله بتدي ريحه رهيبه. انا عايزاكم بس تجربوا كده. قولنا بقى ايه بالشفاء، بس كل اللي عنده طريقة حتى لو في القنوات التانية بنتعلم من بعضينا. بس بصراحة انا بنعمل حاجات كده ايه، بسأل الجدود. يعني ست كبيرة كده تقابلني امي من 15 سنة كده كنت بسأل، كنت لسه صغيرة وعروسة وبسأل. دلوقتي بصوا برضو حتى لو بقى عندك 60 سنة في حاجات جديدة بتيجي وبنتعلم منها وبنشوف كده ايه كل جديد. بصوا اللون، انا عايزاها كمان اكتر من كده. عايزه اللون يكون يعني ايه داخل في لون كده ايه زي لون البصل بتاع الكشري. هو في ناس بتعمله اللي هو المجنح، الجريان المجنح دهوت، الخطوط الطوليه دهوت اللي هو بيبقى شرايح من اخر كده شرايح. لسه هنقول بقى اللفه دي كلها. بصوا انا كفايه عليا بقى ايه درجه كمان بعد ده وخلاص. وهنبدا بقى نطفي عليها ونحطهم في طبق. واول ما نرص البصاره بتاعتي كده ايه، الطاسه دي يا جماعه دي بتاعت البهدله. الطاسه دي بتاعت التحمير والبهدله والتقليه عشان ما نبوظش كل اللي عندي ونهدره. عايزاكم كده تخصصوا واحده كده او كام واحده كده ايه، واحده للبطاطس المحمره، واحده للتقليه، واحده يعني نحمر فيها حاجه سريعه بيض كلام من ده. بصوا هي ده بس اللي انا عايزاه. وهنسيبها في الطاسه كمان ايه تشميعه كمان. بصوا اللون ده يا جماعه، ده لون فاتح، مش عايزين لون اسمر، لون ذهبي، لون بني، اسمر لا. بصوا انا طفيت عليها علشان ما ايه ما تعملش معايا. سيبها بقى كده بنبعدها شويه كده على العين لان العين بتبقى سخنه، وبنقلب شويه كده برضو علشان ما تبقاش لون غامق من تحت. بس هي دي البصله هو اللون اللي انا عايزاه. بصوا بقى دي، بصوا طولت معايا ازاي. بصوا واخدين بالكم من التقل. بصوا كده ايه تقيله معايا، كفايه كده وهنطفي عليها. بنجيب بقى البصاره كده، هي ايه لسه هتتقل كمان في الطبق، احنا في شتاء. بصوا مش عايزاه يا جماعه ايه التخينه جامد ديت. هنرص بقى كام طبق كده والباقي هنسيبه في الحله عشان ايه نبقى نسخنها. بصوا يا جمال البصاره وايام زمان وروايح الزمن الجميل والحاجات الحلوه ما شاء الله.
بصوا لو في الصيف بقى كنا حاطيناها ايه في التلاجة. بصوا الجمال يا جماعة، ما شاء الله. كفاية كده علشان بنسيبها احنا في الشتاء. والمعلقة بقى كده ناخد حبة من البصل ونحط عليها كده. بصوا سامعين الطشة اللي اتطشت دي؟ نحمر بقى بطاطس، نعمل معاهم بدنجانة، شوية مخلل، نعدي يومنا. بجد يا جماعة اللي بيقول مش عارفين ايه نعمل ايه، كل حاجة ممكن نتصرف ونعمل احلى حاجة. مش متخيلين بقى الطعم والجمال. هنحمر بقى شوية بطاطس وكده ايه يكون خلاص خلص الفيديو بتاعنا. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، ويا رب كل فيديوهاتي تكون بتعجبكم. طبعا ديت هنحمرها في وقتها، انتوا طبعا عارفين. كده ايه، ادي طبق البصارة. بصوا كده الجمال ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير. كومنت جميل كده بيكبر الخاطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.